السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في قناة حلويات الماس. اليوم سوف أقدم لكم هذه التورتة الراقية. استخدمت فيها الجنواز وحشوتها بالكريم شانتيه وقطع الأوريو، وزينتها بالجلاساج اللامع، جلاساج مغوار بنكهة الفستق، وكذلك زينتها بورود صنعتها بعجينة الشوكولا. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم جديد الوصفات، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. في المقادير سنحتاج إلى 4 بيضات، 120 جرام من السكر، سكر حبيبات. سأحتاج أيضا إلى 150 جرام دقيق، وأيضا ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. سأحتاج أيضا ملعقة صغيرة من الفاني، ربع كاس زيت، والقليل جدا من الملح. نبدأ على بركة الله. أولا نخدم البيض مع السكر، وقبصة من الملح القليل فقط، والفاني التي تعطي نكهة جميلة للكيكة. نخدم الكل جيدا حتى يرتفع قوامه. هذه المرة لن أحتاج إلى فصل الصفار عن البياض، سوف أخلط الكل جيدا. بعدها أضيف الزيت، ربع كاس من الزيت، وأستمر في الخلط. الآن كما تشاهدون سوف أضيف الدقيق والخميرة، نمزج بلطف من الأسفل للأعلى حتى نحافظ على الهواء الموجود في الخليط. أستمر في الخلط. بعدها أصب الخليط في قالب دائري مفروش بورق الزبدة. استعملت هنا قالب دائري، يمكنكم استعمال أي قالب. ندخلها للفرن مسخن من قبل لمدة ربع ساعة. بعدما أخرجناها من الفرن كما تلاحظون جدا طرية. أقسمها إلى قسمين. لدي هنا الكريم شانتيه وقطع من بسكويت الأوريو التي تعطيها قرمشة للكيكة، وأيضا السيرو أو الشراب. سأوزع الكريم شانتيه على الطبقة الأولى من الجنواز بعدما سقيتها بالشراب أو السيرو. وزع الكريمة جيدا. وأضيف قطع الأوريو من فوق الكريمة. وأضع طبقة ثانية من الجنواز وأسقيها كذلك بالسيرو.
وأضيف الكريمة وأوزعها جيدا على الكيكة والجوانب، أوزعها على وجه الكيكة كما تلاحظون حتى أحصل على طبقة ملساء. وأيضا الجوانب، ثم أضعها في الفريزر حتى تتجمد، ويفضل ليلة كاملة حتى يمكننا أن نضيف عليها الجلاساج من فوق. هنا لدي الجلاساج الذي حضرته باللون الأخضر وبمذاق الفستق، سأترك لكم طريقة تحضيره في رابط في صندوق الوصف. ولدي أيضا ورود بعجينة الشوكولا، وسوف أنزل طريقة تحضيره في فيديو قادم إن شاء الله. هنا وضعت الكيكة في إناء أصغر حجما من حجم الكيكة يكون عاليا، وأضعها في صينية كبيرة لكي أصب الجلاساج بطريقة دائرية حتى تتغلف الكيكة كلها وكذلك الجوانب. وأضعها في طبق تقديم وأزين هنا الأطراف بالكريمة. وهنا اللمسة الأخيرة، أضع الورود التي لونتها بالملون الذهبي. وكذلك أضع الأوراق. طبعا التزيين يبقى اختياري. هكذا تكون كيكة جاهزة لتقديمها. أتمنى أن تنال إعجابكم. كيكة رائعة، منظرها جميل وأيضا مذاقها رائع. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد، ودمتم في رعاية الله.